ماله مرق القهوة انا هاي اسبريسو ثقيلة. حتى ماما شربت منها. شو عم تعملي؟ شو؟ عم نضيفها بس مش عايزة ما تعلم. عرفت؟ ايه. فالدكتور قال للسبت. شكله تأخر صارت 9 بس هلا كلنا بنعرف انه الدكتور مثلا بيراعي شعور المريض. لا بس بيراعي شعور المريض، يعني ما بيحكي انه والله اذا في شيء خطير ما بيحكي لحتى يعمل الفحوصات والتحاليل وهي الامور ويتاكد تماما انه في هذا الشيء. حضرة جنابه اول ما دخلنا لعنده علي معنا مثل اقسم بالله تقولوا غراب. اللي شفته هذا من يوم اللي شفته ذبحني ذبح هذا الغراب. فكانه شكله صارت الساعة 9 وقتها، يعني هو نحن 8:30 كنا كل شيء تمام. فهو كان عنده حالة طارئة، نزل قال السبت لبين ما تطلع النتيجة. قلنا له يا حبيبي طلعت النتيجة. قالوا بعثوا لك اياها. بعثوا له اياها لعنده. قلنا له طلعت النتيجة. خبرونا عندنا ساعتين وانا واقفين طلعت النتيجة. فخلص للسبت بس يفضل انه ما كان يفضل انه ما يحكي كان. عرفتوا شو؟ فخلص للسبت ان شاء الله ببين معنا شو في. كان يخبرك مثلا بس انه قدام ربع يروح قد ما كان. ايه من يوم الدكتور بيراعي شعور المريض يعني بهذا الموضوع. يعني اذا في شيء مثلا اذا في عمليه في كذا في مثلا شيء استئصال ولا في مفروض كان انه يتخلص انطر انتهي النتيجه بعدين احكي بدنا نعمل هيك لانه ممكن كذا كذا. اعطاني 3 خيارات واحد منهم بنيم طب. عرفت شو؟ فوالله اختي مزاجه عمي يتعكر حتى كانه طلعت قليله. هي ليش هيك؟ عملوا لي اي تي بس كبسه تمسيه هيك. ايه والله اقولك ها عمل لك كبسه يعني عن جد بتتحمل لانه. فجيت على البيت و يا شو مريض شو؟ طفيها قلبك تركتها مفتوحه. شو؟ عم بقول له انه ريتشو شوفوا منين طالع. حكيت معه الساعه 3:30 بس التحاليل بدنا نجي. شو تدخل على المستشفى؟ غلط عني. قال لك شوفي هي تحاليل ناطرين التحاليل. ما خبرني يمكن الساعه 8 وشوي تقريبا. وغير هيك في امبارحه هذا فحص الايكو. هو على اساس نعمل له فحص السونار لعمي. تمام؟ هذا فحص الايكو. قال هذا قلت له دكتور انا هو المناسب يعني بنعمله ما في مشكله. انت اللي بتشوفه مناسب. ببين معك هيك ببين معك هيك شو بدك. قال لا عملوا لي هذا. عملنا له هذا. رجع قال بده هذاك. طب ليش هيك؟ طب انه خبرنا من الاساس. كان من امبارح نحن حلينا الموضوع. عرفنا هون امبارح اعمل الايكو. فمن الاساس يعني صار في تاخير وكذا وانا اعرف شو المشكله. يعني مرات الدكاتره مع احترامي الشديد يعني مرات هيك بتلوش الواحد لوشي قسما بالله. يعني عمول هي. طب خلص ما هذا السونار افضل من الايكو. خلص من الاول اللي اعمله. انا سالتك قلت لك بدك هذا او يعني هذا او هذا. اجى اول شيء طلب هذاك. رجع قال هذا المفروض يبين معنا انه عن طريق الايكو وكذا. قام رجع طلب هذا. يعني جوز تفوت لعندكم واحد ما عنده استطاعه ما انه مقتدر وضعه على قده عامل ما بيتحمل لك. لا عم نحكي عنه على التكاليف كمان. جوز يجيكم واحد مثلا وضعه على قده وكذا. فرفقا بهاي الناس رجاء اذا في دكاتره عم تشوف هذا لا خلي يعطينا اللي عنده اول. عرفتوا نشوف شو عنده الدكتور يخبرنا شو القصه. هلا مو كل مين والله اجاني والله بدي اعمل لك عمليه فورا بقول له خدرني وتعال اعمل لي ولا اخذ لك كلويتك فشل ما بعطيك اياها. كل واحد والله يكون شو اسمه كل ما قالوا شيء والله نقول لهم امين وحاضر. لا راح ينعرض الموضوع